صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على أحلى متابعين في الدنيا. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الجمال، صباح السكر، صباح العسل، صباح المانجا على أحلى متابعين في الدنيا. صلوا على النبي يا حبايبي، ما تنسوش تصلوا على النبي وتذكروا الله. النهارده بنفطر ايه؟ بنفطر فطير. اتصلت على أبلة إلهام العزب من بالليل وقلت لها ايه؟ احجزي لنا فطيرة 150 جنيه ما شاء الله. عسل وجبنة حادقة وطماطم ومخلل. ودي شكل الفطار. كانت صاحبة بنتي عندنا وبتفطر معانا دودو حبيبة قلبي. وبعد ما فطرنا والحمد لله طلعنا على السطح عشان عندنا سجاد عايزين نغسله. بنتي غسلته وابني الله يبارك لهم. ودي شكل ايه السجادة وهم بيغسلوه. قولي بقى هنرجع تاني نرجع تاني. يلا بقى شد. وبعد ما فطرنا والحمد لله ابني طلع كنس السطح الأول قبل ما نغسل السجاد. وده أول حتة غسلناها معاكم ابني وبنتي ربنا يخليهم يا رب. دي الحتة بتاعت الطرقة المشاية الكبيرة. وبعد كده نغسل الحتتين بتوع الأوضة الصغيرة. وابني ما شاء الله الله يبارك له يا رب ويخليه. عمال بيدعك ويغسل اهو وانا عمال اقول له ادعك حلو. ادعك يا ايمن حلو عشان تبقى نظيفه. ادعك كمان مره. وانا عماله اقول لهم اغسلوا حلو وبنتي هتاخد الفرشه من ايمن وتغسل بداله شويه. واحده من متابعيني حبيبه قلبي بتقول لي يا ام تغريد انت بتخزني البسله ازاي؟ بجيب الكميه اللي انا هخزنها واقشرها افرطها. وبعد كده بعد ما بخلص خالص بقوم منقيها واحده من واحده. وبقوم جايبه الجزر مقطعه 3 كيلو 4 كيلو على قد الكميه اللي انا جايباها. وعلى قد الطبخه بتاعه البسله بقوم حاطه شويه الجزر. كل واحدة بقى بتحب الطبخة كبيرة بتحبها صغيرة زي ما هي ايه بتحبها. وبعد كده بكيسها وعينها في الفريزر. دي يا حبيبتي تخزين البسل. والسجادة لازم تشطف مرة واتنين عشان القوم وتتشد بالمساح. وادي ابني عمال يلف فيها عشان بعد كده ايه نحطها على السور. ونزلنا بعد ما خلصنا السجاد قلت بقى ايه اغسل الحمام بتاعنا غسلة حلوة. دي القعدة مسكتها ودعكتها حلو بعد كده اغسل بلاط الحمام كله. وجبت جردل فاضي ومليته ميه وحطيت في اومه وشايفين بقى اللي عماله ادعك في الحمام ازاي. ادعك دعكه واتنين وادعك واعيد عليه تاني. وما شاء الله ده شكل الحمام بتاعنا. وبعد ما اخلص هنروق الطرقه ونشوف هنعمل ايه. ودي الروتين بتاعنا. يا رب يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم يا حبايبي. وما تحرمش منكم ابدا ويخليكم ليا. متابعيني حبيبتي واحده بتقول لي ادعي لبنتي ربنا يخليها يا رب وتفرحي بيها. وما تشوفي فيها حاجه وحشه يا رب. وربنا يشفي كل مريض يا رب ويخليكوا ويخلي عيالكوا ويبارك لكم فيهم. وما تشوفوا فيهم حاجة وحشة أبدا. حبايبي ربنا يخليكوا ويخلي تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتشجعني. أتمنى يوم يكون خفيف على قلبكم وتقومي تتشجعي معايا فيه. لسه ما خلصتش غسيل ولسه بغسل معاكم في الحمام وشديت الغسالة وغسلت مكانها. كان عندي دور شغلت الغسالة. قلت بقى ايه هو اليوم النهارده كله ترويق. قومي يا ام تغريد بدري خلصي اللي وراكي يوم الشتاء قصير. قومي يا حبيبتي لو وراكي حاجة خلصيها من بدري عشان انت عارفة اللي يوم الشتاء قصير. ودي شكل الغسالة وبدعك في بلاط الحمام خلصت الحيطة. وغسلت الباب من بره ومن جوه. دعكته بردك دعكة حلوة. وبعد ما خلصت هنشوف يا حبايبي ورانا ايه هنعمله نجهز الغدا. ويا رب يومنا يكون خفيف على قلبكم. والأبلة إلهام العزب دي بتعمل كل حاجة. فطير ورقاق طري وقرص وعيش فين وكل حاجة بتعملها على طول يا حبايبي. لازم ايه بنمشي ايدينا في الحتة على طول عشان ما تبقاش متدهولة. أول بأول بنخش نعمل الحمام الأوض الصالة السطح. وبعد الجدران كلها ما اتغسلت مليت جردل المية نضيف وادينا بشطف معاكم والغسالة شغالة. شايفين الحيطة اللي عمالة اكب عليها مية. وشطفت الباب من بره ومن جوه برضو. وبعد كده وبعدين كنت خلصت وكبيت غسلت الأرضية وكبيت فيها مية وشدتها. ودي ما شاء الله شكل الحمام بعد ما خلص. شايفين يا جماعة؟ دي شكل الحمام بعد ما خلصت. وبعد كده تغريد قالت لي يا ماما انا هطلع انا اغسل حوض الوش بره. الحوض عندنا مش في الحمام الحوض في الطرقة.
غسلته غسلة حلوة. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده يومنا جميل وبسيط وان شاء الله تتشجعي معانا فيه يا حبيبتي، كله طاقة ايجابية. كانت صاحبتي سهرانة معايا امبارح، قلت لماما ايه رأيك يا ماما نعمل فطير وصاحبتي تيجي تفطر معانا، لان صاحبتي دي قالت انا ما اكلتوش من زمان وهاجي افطر معاكم. فماما بقى ايه، رنت على واحدة بتعمل كل حاجة في البيت وحاجتها نظيفة، قالت لها عايزين فطير. كان فطار جميل والله. عندي صاحبتي دي بتحبني قوي وانا بحبها قوي، لازم تيجي تشوفني كل يوم وانا اشوفها كل يوم. ربنا يخليها لي يا رب، حبيبة قلبي دودو. وجت فطرت معانا وقلت ايه نطلع بقى نغسل السجاد. غسلنا السجاد ونزلنا عملنا الحمام، ودي كله كانت قاعدة معايا. ونزلنا عملنا الصالة، ما بتزهقش مني ولا انا ازهق منها. ربنا يخليها لي يا رب ويبارك فيها وما يحرمنيش منها ابدا، وكل اصحابي ربنا يخليهم لي يا رب ويبارك فيهم. ودلوقتي بقى كنا بنعمل في الصالة، ماما نفضت الشباك تنفيضة حلوة وماما شالت فرش الركن، قالت يا تغريد نسيبها تتهوى شوية كده لأن احنا بنفرشها على طول، وبعدين هغسله برضك ويبقى نضيف. وبنمشي ايدنا في الصالة على طول عشان تبقى الحتة نضيفة ومترتبة. ودلوقتي كنت أنا اللي بكنسها معاكم. أتمنى يا حبايبي يومنا يكون خفيف على قلبكم ويكون يوم بسيط وجميل وتتشجعي معانا فيه يا حبيبتي. ربنا يخليكم لنا يا رب وما نتحرمش منكم أبدا ومن وجودكم في حياتنا. وربنا يديكم كل اللي بتتمنوه يا رب ويخليكم لنا وقناتنا تكبر بيكم. انتوا اخواتنا واصحابنا والله. ما شاء الله، دي شكل الصلاة بعد ما خلصت وروقناها بقت جميلة. ما شاء الله. وبعد ما اخلص الصلاة بقى يا حبايبي هخش على الطرقة اعملها كنوسها كنسة حلوة. وبعدين انا بكنسها معاكم اهو، وبعدين برضك همسحها. واحنا شلنا سجاد الشقة عشان نغسله وهنفرش سجادة تانية للطرقة، يعني هنحط بديل السجاد التاني. ودلوقتي يا حبايب قلبي بكنس الطرقة معاكم كنسة حلوة. انا قلت لماما النهارده يا ماما اعملي لنا ايه غدا، مكرونة وبيض وبطاطس. بس قلت لها اعملي البطاطس صوابع ونشفيها، تغيير يعني بدل المسلوقة. وكانت المكرونة خطيرة، كان طعمها جميل. يا ماما عندنا بتعملها حمرا، احنا عندنا بنحبها حمرا، اتعودنا عليها ناكلها كده. فبعدين دلوقتي بمسح معاكم الطرقة. يومنا النهاردة كان كله طاقة إيجابية، مسكنا عملنا شوية شغل حلوين. وخلصت الطرقة ودلوقتي كنت فرشتها ما شاء الله كانت نظيفة. ودلوقتي كنت بوريلكم الحوض، يعني خلصت بقى شغل البيت وماما بقى هتكمل معاكم الغدا اللي هي عملته. خدي يا ماما كملي مع متابعين. حبايب قلبي وحشتوني. الوقت هنعمل غدا. جبت الطماطم وغسلتها وحطيتها في الخلاط بفرمها، وبعد كده بصفيها. ودلوقتي بصفيها معاكم، وحطيت في الحلة شوية زيت وعلقت عليها وسبتها ايه تاخد وتدي بشكل ودي. بعدين يا حبايبي واحدة من متابعيني حبيبة قلبي بتقولي انا زعلانة منك يا متغريد، وانا ما اقدرش على زعلها عشان انا غايبة عنك في القناة بقالي يومين وما سألتش عليا. والله كان عندنا ظروف وعشان كده في اليوم ده ما سجلتش. ما تزعليش منك، ما اقدرش على زعلك يا حبيبة قلبي. النهارده بقى ايه بعمل غدا مكرونة سباكيتا ومكرونة اقلام. ابني عايز مكرونة سباكيتا واحنا قلنا نعمل مكرونة اقلام. وما شاء الله سلقت المكرونة والوقت بصفها معاكم. وكان غدانا النهارده اقتصادي ويوم جميل وان شاء الله تتشجعي معايا فيه. وبعد كده بعد المكرونة ما اتصفت نزلت حطيت الطماطم في المكرونة وقعدت أقلب وبعد كده حطيتها على البوتاجاز هديت عليها. وكنت حطيت للطماطم وأنا بتكلم معاكم كمون وفلفل أسمر وشوية ملح. وبعد ما خلصت المكرونة الأقلام عملت نص كيلو مكرونة سباكيتا. مقدرش أزعل ابن حبيب قلبي. وكده كنت خلصت المكرونة وسبتها على البوتاجاز تتردد. وقلت هقشر معاكم البطاطس. ما تنسوش يا حبايبي دايما على طول تصلوا على النبي وتذكروا الله وتترحموا على امي وابويا وموتانا اجمعين. وقشرت البطاطس وقطعتها صوابع. والوقت بقطع معاكم البطاطس. انا كنت عايزه اسلقها بس هم قالوا يا ماما اعملها صوابع. يا حبايبي نسلقها، قالوا لا خليها النهارده صوابع. وكانت العربيه معديه وجبت البطاطس الكيلو ب10 جنيه. وبعد كده غسلت الطاسه وعلقت عليها عشان احمر البطاطس. والوقت حمرت البطاطس وطلعتها معاكم وهرش عليها ملح بكمون.
ورشيت على البطاطس ملح بكمون، وكنت جايبة 4 بيضات، البيضة ب6 جنيه، وجبت كيسين أقلام، الكيس ب12 جنيه. وما شاء الله شايفين المكرونة حمرا ازاي ومفلفلة، مفيش ولا واحدة ماسكة في التانية. شايفين ما شاء الله. كان غدانا النهاردة جميل واتغدينا. ودي شكل الصينية معانا. تعالوا يا حبايبي اتغدوا معانا. متنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان ينزلك كل جديد، واللايك. شايفين ما شاء الله. واتغدينا والحمد لله وبألف هنا. جينا بالليل اتلقيت عماتي اخوات جوزي حبايب قلبي ربنا يخليهم، قالوا هنطلع نقعد معاكم شوية. وطبعا دخلت جبت لبن، طلعت كيس من الفريزر وعملت سحلب، وقضينا اليوم وقعدنا نضحك ونهزر. وفضلوا سهرانين معانا لما للساعة 1 بالليل. ما شاء الله. شكل السحلب معانا. العيال بقى الصغيرة دي يقول انا هاخد الكوباية دي، ودي يقول انا هاخد الكوباية وانا دي، عايزه وعمالين يشاوروا. بالايدين. وانا عايزه مع ألف سلامة يا يلا حبايب خدها قلبي، يلا. مع السلامة. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.